السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم. سعيد أنا بلتقي بكم اليوم، ونهاركم إن شاء الله زي الفل. يوم سعيد عليكم جميعا، مليء بالأمل والتفاؤل والخير والبركة إن شاء الله. طبعا قبل ما نبدأ بنصلي كلنا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم وارحم شهدائهم يا رب العالمين، وارحم أبي وجميع موتى المسلمين. النهاردة طبعا لقاء مهم جدا، مباراة كل الأهلاوية منتظرينها، وهي مباراة الهلال السوداني. مباراة الهلال السوداني مباراة العودة هتكون الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، في طبعا نواكشوط بموريتانيا الساعة 11 بتوقيت الإمارات. طيب احنا عايزين ايه بقى من المباراة دي؟ احنا عايزين من المباراة دي عم كولر أولا يركز معانا، يركز في التشكيل، يركز في طريقة اللعب، يركز إن هو يغير طريقته وغير خطة اللعب حسب مجريات المباراة. مفروض ان انت درست الهلال قبل المباراة الاولى، والمفروض ان انت لعبت مباراة امام الهلال، شفت نقاط الضعف ونقاط القوة في الهلال السوداني. يبقى انا افكر احط تشكيل صح، الاعب اللعيبة في اماكنها عشان ما يفقدش مستواه. كل لاعب لو لعب في مكانه هيديلك بنسبة 100%، هتلعبه غير مكانه هيديلك، مش هيديلك اكتر من 50%. فالتركيز يا عم كولر الله يكرمك، التركيز. احنا المباراة زي دي كل اللي يهمنا فيها ان احنا نتأهل للدور اللي بعد كده، وان شاء الله ان شاء الله نتأهل بفوز كمان. يعني هي مباراة صعبة، اجواء صعبة، جو حر، ملعب ترتان لعيبة مش متعودة عليه، رطوبة، المباراة خارج ارضك، طبعا 8 ساعات سفر. كل العوامل دي عوامل انا عارف مهمة جدا وبتأثر على مستوى اللعيبة ومستوى الفريق، ولكن النادي الاهلي مش اول مرة يمر بالظروف دي، ولا اول مرة يلعب على ملعب ترتان. معظم اللعيبة مش متعودة على اللعب على الترتان، ولكن انتوا دربتوا تدريبين في موريتانيا على ملاعب مشابهة، وامبارح على الملعب الرئيسي. فان شاء الله باذن الله تكون كل الظروف مهيئة للنادي الاهلي انه يفوز بكرة باذن الله، النهاردة باذن الله، عفوا، انه يفوز النهاردة ويرجع لنا بانتصار مهم وتاريخي، وانتصار قوي. واقول مهم وتاريخي لان دي البطولة الوحيدة اللي انت دلوقتي موجود فيها ولازم بتحارب عليها. بطولة الدوري، ما احنا شايفين الاوضاع وشايفين الدنيا وماشية ازاي وشايفين. طبعا عندنا مباراة مهمة يوم السبت امام نادي بيراميدز في الدوري. اتمنى الفوز مباراتي الهلال وبيراميدز عشان نقدر نثبت للجميع ان النادي الاهلي دايما وفي ظل اي ظروف، النادي الاهلي دايما الاول في كل شيء. ركز يا عم كولر، ابدأ بتركيز كده بخطة الله يكرمك تنفعنا في الماتش، خطة تخدم طموحات جماهير النادي الأهلي وطموحات اللعيبة وطموحاتك أنت شخصيا، لأن المباراة دي على المحك بالنسبة لكولر، والمباراة دي مفصلية ومهمة جدا لمارسيل كولر. يا يكمل إذا رجع كولر بتاع زمان، يا إما البديل موجود، وبدل البديل 2 و3، والكل يتمنى يدرب النادي الأهلي إذا كان قبل كده، وخصوصا الفترة دي أكتر كمان لأنه هيشارك مع فريق كبير في كأس العالم للأندية. فركز يا عم كولر، أتمنى إن كولر يلعب. وقول لي برضو رأيك معايا إيه، كل أهلاوي وكل أصدقائنا على اللي متابعينا إيه رأيهم في التشكيل. يعني أنا أتمنى إن كولر يلعب 4-3-2-1، دي الطريقة الأنسب في مباراة زي دي. بتأمن دفاعك بأربع لعيبة، هاني وربيعة وداري ويحيى. عندك نص الملعب هيبقى عندك 2 دبل 6 او 2 ديفندر، اكرم ومروان. حط جنبيهم لعيب بتاع كورة، يعني اكرم ومروان يقطعوا الكورة كويس جدا. حط جنبيهم بقى امام، وسيب امام حر، يقدر ينقل الكرة لقدام، يقدر يلف بالكرة، بيباص بالكرة يمين او شمال، بيلعب كرة امامية لقدام. يبقى استغل وجود امام في نص الملعب تحت راس الحربة، العب ب2 جناح. اتمنى ان يلعب بالشحات في اليمين وبن شرقي في الشمال، وراس حربة وسام. في ناس بتفضل جراديشار وفي ناس بتفضل وسام. انا شايف ان وسام لعب اكتر مع النادي الاهلي في افريقيا اكتر من جراديشار. جراديشار لعيب
اوروبي، ووسام كمان لعيب اوروبي لانه بيلعب في اوروبا، وجراديشار جاي من اوروبا، فالاجواء صعبه شويه على الاثنين. ولكن اعتقد الاكثر انسجاما بيكون وسام، او حسب رؤيه كولر. المهم عندنا يكون راس حربه يا اما وسام يا اما جراديشار. يبقى هاني، ربيعه، داري، يحيى، اكرم، مروان، امام، الشحات على اليمين، بن شرقي على الشمال، وسام. ده التمثيل او التشكيل الامثل للنادي الاهلي اللي اتمنى. وطبعا كولر ادرى مننا كلنا، وهو اللي مع اللعيبه دي في التدريبات وعارف مستوى مين الافضل ومين اللي يأهل. ولكن عم كولر بلاش تألف، الله يكرمك في ماتش زي ده. العب باحسن 11 لاعب، العب باحسن تشكيل. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي الفوز، ونرجع بعد المباراه نتكلم مع حضراتكم ونبارك لكل الاهلاويه ان شاء الله. ومباراة بيراميدز، بمناسبة مباراة بيراميدز بس تعرفوا يعني قد ايه النادي الاهلي جمهوره ده عظيم، برغم اختلاف جمهور النادي الاهلي على موقف الادارة في موضوع الدوري والانسحاب من الدوري والكلام ده كله، الا ان تذاكر المباراة نزلت في خلال او يمكن اقل كمان من 20 دقيقة كانت التذاكر كلها انتهت. وطبعا انا معرفش قرار اتحاد الكورة ولا المنظمين والمسؤولين عن الدوري والكلام الفاضي ده كله. انت ليه بس 8000؟ يعني انت مباراة زي دي ليه 8000؟ ليه تعمل نص لبيراميدز ونص للنادي الاهلي وانت عارف ان بيراميدز ما عندوش اصلا 8 مشجعين مش 8000؟ ولكن هو ده اتحاد الكوره، وتعنت اتحاد الكوره، وتعنت اي حد ضد النادي الاهلي. ولكن جماهير النادي الاهلي قادره ان شاء الله ان هي تؤازر الفريق في مباراه بيراميدز. ان شاء الله جماهير الاهلي اللي موجوده في موريتانيا كمان تؤازر الفريق النهارده. وانا متوقع ان جماهير الاهلي هتبقى اكتر من جماهير الهلال السوداني ان شاء الله، لان الهلال السوداني بيلعب في موريتانيا. في دعوة من رئيس نادي نوازيبو الموريتاني اللي هو الفريق الأول عندهم إنه يأزروا الهلال. ولكن أساسا الكرة الموريتانية مفيش جماهير كتيرة ليها، فما تتوقعش إن هيكون في حضور جماهيري كبير للنادي الهلال السوداني. بل بالعكس، أنا أتوقع أن يكون جماهير النادي الأهلي في موريتانيا تكون حاضرة المباراة إن شاء الله وفي ظهر الفريق. وقبل ده كله التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. دعوات حضراتكم بالفوز، ويا رب يا عالي انصر الأهلي الغالي النهاردة إن شاء الله، ويرجعوا لنا بفوز كبير. ونلتقي بعد المباراة ونتكلم بقى إن شاء الله وإحنا كده فرحانين بالتأهل والفوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نواصل مع حضراتكم.